النتيجة 1-0. اتلعبت، حاول يشتت وائل جمعة، اتردت الكرة من راس احمد الزوي، حاول يشتت وائل جمعة ما وصلش للكرة. سادومبا انفرد، طبعا انفراد صريح وشاطها في المرمى. قلت لحضراتكم خطير ولازم يتراقب باستمرار. ويسجل الزيمبابوي ادوارد سادومبا، عارفينه كويس طبعا انه وقت ما كان في نادي الهلال السوداني، الهدف الاول الاهلي. ادي كرة احمد الزوي، شوف وائل جمعة حاول هنا قلش، ادوارد سادومبا حطها على طول بشماله في المرمى بعد خروج شريف اكرامي لما قلش وائل جمعة. وفرحة طبعا بالهدف الاول لادوارد سادومبا، رغم ان النادي الاهلي كان ماسك كورة وكان افضل كمان في الدقايق اللي فاتت، لكن ينجح سادومبا انه يسجل الهدف. وقلت لحضراتكم لعيب خطير لما بيتواجد طبعا في المكان المؤثر بيقدر ان هو يسجل وبيسبب مشاكل. النهائية بين النادي الاهلي واهلي بني غازي، هناك شوط ثاني بمشيئة الرحمن في القاهرة او الأستاذ محمد صلاح ناقدنا الرياضي الكبير من تونس. مرة تانية أستاذ محمد، مساء الأنوار، ويعني قول لنا الأول على الأجواء بعد المباراة وبعدين نكلم أحمد عيد بجوارك. اتفضل أستاذ محمد. مساء الأنوار يا كابتن مدحت. يمكن زي ما حضرتك شفت بالظبط كده الأهلي اللي بيحقق الفوز على الأهلي حولت لفترة إيجابية في الملعب، وإن شاء الله هكمل في مصر، وإن شاء الله أرد عليهم في مصر كمان. انا بحب اوضح كده بس. وطبعا اهم حاجه مكسبنا النهارده وثلاثه بونت مهمين، ونقدر باذن الله كمان نجيب التعادل من مصر ان شاء الله يا احمد. قول لي يعني عملت حاجه كده على الخط في الكره المشتركه وبعدين امتى على طول؟ يعني كان الموضوع سهل يا احمد؟ لا من قبل الكره المشتركه، ده من التسخين يا كابتن، من اول ما نزلت التسخين حاجه بالكره المشتركه في 90 دقيقه شتيمه وقبل التسخين، فعالم متعود على كده من جمهور النادي الاهلي اللي في الملعب يعني. عموما يا احمد اكيد الف مبروك، ومبروك لاهلي بني غازي، وهناك لقاء عوده باذن الله. اشكرك يا احمد وبالتوفيق ليك يا حبيبي. اشكرك يا احمد. يعني مساله ان الجمهور يشتموا ما يصحش، بس عيب برضه، عيب، ده ماتش كوره يعني لازم يبقى عندنا رقي في ده دروجبا. بس هو احمد مستفز. احمد مستفز مستفز ربما بادائه يعني، لكن هو لعيب محترف. هو لازم يبقى يوزنها بميزان حساسه كده. هيعمل ايه يعني؟ انا اقول لحضرتك انا مصري. طب ليه ما اشتموش طارق العشري؟ يعني انا لا هو احمد ايه ده عشان لعيب هو اللي لا هو انا مصري وبلعب في فريق ضد فريق مصري، فلازم يبقى عندي موازنه الى حد ما في ادائي وفي نفس الوقت في عصبيتي. ما ينفعش ابقى انا ولا شمتان ولا فرق. انا بأدي شغلي كان بعد المباراه يعني داخل المباراه وبعد المباراه وفي كل الاوقات انا بأدي شغلي مع فرقتي بالاسلوب اللي يخليني ما استفزش الناس. طيب خلينا ناخد المكالمه دي الاول وبعدين هعقب على كلامك والكباتن يعقبوا. معانا برضو ناقدنا الجميل الاستاذ محمد صلاح، وجايب لنا اسلام يوسف مدرب حراس المرمى في اهلي بني غازي. يا استاذ محمد. ايوه معاك يا اسلام. معاك يا كابتن اسلام، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، وتحياتي لضيوفك الكبار كباتن مصر، الكابتن مصطفى يونس، كابتن مجدي عبد الغني، والثالث مع كابتن فاروق جعفر، كابتن مصر وملك النصر. ايوه اسلام قول لي اخر تجربه ليك تدريبيه في مصر قبل ما تروح مطار العاشر كنت فين؟ انا اشتغلت مع كابتن طارق الحمد لله في حرس الحدود، وكان ليا الشرف ان احنا خدنا ثلاث كاسات، 2 كاس مصر، 1 سوبر، واشتغلت سنه في بتروجيت. فيما يتعلق بموقف احمد عيد عبد الملك وان هو مستفز وكذا وكذا. هو احمد مستفز، لكن احنا بنقول دي كوره. يعني هو في الملعب كوره، لكن مجدي عنده حق يعني، وخصوصا ان هو بيلعب يعني مش عايزين نقول يعني ندخل حته الوطنيه في دي في الملعب. يعني في الملعب بيلعب، وده اكل عيشه في الحته دي. هو عايز ياخد ال3 بونت، عايز يكسب النادي الاهلي. لان هو نقطه خطيره جدا، قال الجماهير استفزتني. وانا هرد عليها كمان في مصر. وهرد يعني هو مشدود وفرحان وكده. بيعمل مشاكل حتى يا كابتن مدحت، ما بيقولش الكلام ده. المفروض ما يقولش الكلام. هو خارج ليه يشتموه يا كابتن مصطفى؟ ما انا مش عارف ليه. انا مش عارف ليه. ده اللي انا عايز اقوله. يعني بيشتموه ليه بالظبط؟ ده حتى
حتى يسيء لنا كمصريين بالظبط كده. ان لاعب مصري مشرفنا وبيلعب باسم مصر في ليبيا ونشتمه. هو ده. ما انا بتكلم من الزاويه دي يا كابتن فاروق. يعني هو راجل محترف وبيلعب واكل عيش وفي نادي انا كنت لسه بدي مثال لدروجبا. دروجبا بيلعب فين يا كابتن؟ بيلعب في تركيا. مكسر الدنيا في تشيلسي ضد اياكس. كابتن مصطفى بارك للكابتن طارق العشري. ابو الطور مساء الفل. السلام عليكم. طارق ازيك؟ عليكم السلام. حبيبي مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن مصطفى. مبروك يا كابتن. مبروك. انا مش عارف مين في الاستوديو لكن كابتن فاروق وكابتن مجدي عبد الغني طبعا. كابتن فاروق وكابتن مجدي عبد الغني. مبروك يا كابتن. مبروك الف مبروك. كابتن مدحت تحياتي لكم الله يبارك فيكم. مبروك يا كوتش. طارق يعني انا شايف يا طارق يعني اسمح لي طبعا مكسب النادي الاهلي في اي وقت لازم يسعد كل ليبيا واي فريق افريقي يكسب النادي الاهلي سواء 1-0 لكن الماتش لسه ما خلصش. احنا لعبنا شوط وفي شوط تاني في مصر. انا شايف الفرحه مفرطه قوي زياده عن اللزوم يا طارق. كابتن اعذرهم دي بالنسبه لهم تاريخ لان اول طبعا النادي الاهلي بالنسبه لهم نادي كبير وهو الشقيق الاكبر بالنسبه لهم حتى هو الاسم مشتق من النادي الاهلي وهم بيفتخروا ان هم بينتموا للقلعه الحمراء وكان طول مقابلاتهم كلها وديه يعني كل المقابلات اللي تمت على مدى تاريخ اهلي بني غازي مع الاهلي المصري كلها وديه وكان من زمان. النهارده اول لقاء رسمي بيتم بين الفرقتين في بطوله كبيره كونهم ان هم يحققوا فوز حتى لو بنتيجه 1-0 ولسه في شوط ثاني هي الفرحه اي نعم مفرطه ولكن اعذرهم لان هم طبعا لما بيحققوا فوز على النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي كبير بالنسبه للدول العربيه وبالنسبه للدول الافريقيه. لا حقهم يا كابتن. مبروك. مبروك. طيب قبل المباراه كانت يعني خطه ادائك ايه وشفت النادي الاهلي ازاي ومفاتيحه ازاي يا كابتن طاهر؟ شوف يا كابتن مدحت المباراه اصلا تكتيكيه من الدرجه الاولى. الاسلوب التكتيكي هو اللي فرض نفسه، الملعب بنفسه هو اللي فرض برضه الاسلوب اللعب الطويل. عندنا ميزات في العاب الهواء، عندنا في اطوال وده احد الاسلحه اللي احنا بنعتمد عليها. النهارده حتى الجول اللي جه راح من كره طويله من لمسه من زويد وتكمله لسادومبا وده اسلوب احنا بنعتمد عليه بشكل كبير جدا. الحمد لله ناجحين بشكل كبير جدا في تحقيق نتائج جيده. المباراه كانت لازم تخرج في الاطار اللي انت شايفه. انا كنت اتمنى طبعا تحقيق فوز احسن من كده مريح ولكن الولاد اجتهدوا في شكل خططي كبير جدا خاصه تقفيل الجناب على سيد معوض وعلى احمد فتحي الاثنين اللي هم بيقوموا بدور الهجوم بشكل كبير جدا. كان في رقابه صارمه في نص الملعب، كان في رقابه صارمه في خط الهجوم لان النادي الاهلي يبقى هو النادي الاهلي النادي الكبير في اي وقت يستفيق. ولكن مثلا في مباراه الصفاقسي لما استعان بيه الصفاقسي استطاع النادي الاهلي انه يحرز بطوله زي بطوله السوبر.